هل فعلا الجن بيخطف البشر ويوديهم عوالم تانية؟ عمرك سمعت عن حد فص ملح وداب؟ مش اختفى عشان هرب ولا مستخبي، لا، ده اختفى والناس بتقول الجن اللي خده. الحكاوي دي بنسمعها كتير في الأرياف وفي الجبال، وقصص المخطوفين اللي بيرجعوا بعد سنين لو رجعوا وهم مش فاكرين أي حاجة، أو بيحكوا عن عالم غريب وشوارع ما فيهاش بني آدمين. في حكاية غريبة حصلت لبنت من نجران في السعودية، كان اسمها فاطمة وعندها 22 سنة. البنت قالت إنهم أخدوها لمكان غريب تحت الأرض، وكانت عايشة وسطهم فترة، والأغرب إنها قالت إنها أكلت من طعامهم. وطبقاً للمعتقدات الشعبية القديمة، أي إنسان ياكل من طعام الجن ممكن يفضل متعلق بعالمهم ومش هيعرف يرجع بسهولة. حسب الشهود إنهم شافوها قبلها بتطير، وكانت بتمشي خطوة أو خطوتين بعدين بتقطع مسافة لا يقطعها البشر، لحد ما لقوها بعد فترة في مكان مهجور في الجنوب، واتقال إن عندها مشاكل نفسية فيما بعد. من أغرب الأساطير في موضوع الخطف هي تفاوت الزمن. المخطوف ممكن يغيب ساعة واحدة في عالم الجن، ولما يرجع يلاقي عدى سنين في عالمنا، أو العكس. وكمان الشخص بيرجع بملابسه اللي تاه بيها وشكله مش متغير، في حين إن أهله عجزوا وبقوا كبار في السن. أسطورة مرعبة بتقول إن الجن أحياناً ما بيخطفش الشخص وبس، ده بيسيب بديل مكانه، دمية أو جني متشكل. البديل ده بيبقى شخص بارد ما بيتكلمش ونظراته غريبة، وأهله بيحسوا إنه مش هو ده ابنهم لحد ما يكتشفوا الحقيقة، أو البديل يختفي فجأة. الشهود دايما بيوصفوا المخطوف إنه بيمشي مشية مش طبيعية. التفسير الأسطوري: الجن بيحمل الشخص أو بيمهد له الأرض بحيث الخطوة الواحدة تقطع كيلومترات. المخطوف ما بيبانش عليه التعب أو العرق مهما كانت المسافة اللي قطعها، كأنه بينزلق على الهواء. الأسطورة بتقول لو دخلت عالمهم وأكلت أي حاجة، جسمك بيتبرمج على ذبذبات عالمهم، ولو رجعت عالمنا بيفضل جسمك دبلان وفاقد الشهية لأكل البشر، وبتحس إنك غريب عن الأرض وكأن روحك لسه محبوسة هناك. كمان سمعت بقصة كانت بنت اتخطفت من إحدى القرى ورجعت، والحل إنها كان لازم تتجوز، ومفيش حد قبل بيها لحد ما الشيخ ده اتجوزها عشان تتفك اللعنة. كانت بتختفي فترة كبيرة جدا ومش بترجع، وكل ما ترجع تحكي بغرابة وكلام مش مفهوم. فالشيخ اتكلم مع الجن وفهم منه ده، وإنهم مش هيسيبوها، وفعلا اتجوزها في الأخير.